مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. وزي ما شفنا عوده ذا روك اللي كانت مفاجاه في عرض الرو داي 1، وبعد ما عمل الفقره بتاعته قدام جندر مهال، وبعد ما ذا روك عمل السباين باستر على جندر مهال، بعد كده البيبلز البو دروب، اخد المايك وقال الروك هيخرج في سان دييجو الليله، وانا جعان دلوقتي وهخرج ادور على حاجه كلها. بس الروك لما بيخرج عشان ياكل، فهل على الروك لازم يقعد في كشك ولا يقعد في بار، ولا الروك لازم يقعد في مكانه على راس الطاوله؟ At the head of the table. اوبا، يعني كده رسمي خلاص رومان رينز قدام ذا روك. طب ايه الدنيا دلوقتي بالنسبه لكودي رودز؟ وعداوه ذا روك ورومان رينز هتبقى في انهي عرض؟ دلوقتي بقت في سيناريوهات كتير وافكار كتير، فتعالوا نتكلم على الاحتمالات اللي ممكن تحصل. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. بعد ما ذا روك اعلن ان هو عايز رومان رينز، رد فعل رومان رينز ان هو نزل بس ايموشن ضحك على تويتر، لحد ما نعرف في السماك داون بول هيمن هيقول ايه. طب بالنسبه بقى لكودي رودز اللي عايز ينهي قصته، I have to finish the story. Shut up, bitch. لحد دلوقتي مفيش اخبار طلعت قالت ان الاتحاد لغى الفكره بتاعت كودي رودز قدام رومان رينز في راس المنيا. طبعا حاجه غريبه يعني. طب السؤال المهم، هو كودي رودز هيكسب الرويال رامبل؟ الاجابه لا، لان في اشاعات طلعت بتقول ان سبب عداوه كودي رودز وناكامورا اللي طولت بزياده هي عشان شينسكي ناكامورا يطلع كودي رودز من الرويال رامبل، وكده خلاص الرويال رامبل بقت محسومه لسي ام بانك، لانه حتى كمان ذا روك مش محتاج انه يشارك فيها. فكودي رودز له احتمال من الاثنين، يا اما يطلع بره القصه بتاعت رومان رينز، يا اما هيلعب ماتش يأهله على المنافسه على البطوله اللي مع رومان رينز. ايه السبب بقى اللي مخلي ذا روك يرجع بدري قوي كده، وراس المنيا لسه فاضل لها 4 شهور، ورومان رينز لسه ما خلصش العداوه بتاعته اللي هتبقى قدام ال اي نايت واي جي ستايلز وراندي اورتن في الرويال رامبل؟ السبب الاولاني والاهم، وهو ان ذا روك هيشارك في عرض اليمينيشن تشامبر، وعرض اليمينيشن تشامبر اللي هيتعمل في 24 فبراير في مدينه بيرث في استراليا، اللي على حسب كلام الصحفي ديف ميلتزر اللي قال ان عرض اليمينيشن تشامبر التذاكر بتاعته ما اتباعش منها غير 8000 تذكره بس من اصل 60000 تذكره، ودي كانت ضربه قويه جدا للدبليو دبليو اي ان التذاكر بتاعتها اصلا ما تخلصش لحد دلوقتي. والسبب في كده ان الاستاد اللي في مدينه بيرث بالنسبه لسكان استراليا هو بعيد عنهم شويه، فيها سفر يعني، فده اللي مخلي ان التذاكر ما تتباعش بشكل كامل. وحتى رومان رينز نفسه شخصيا مش على البوستر بتاع اليمينيشن تشامبر، وحتى الان ما تمش الاعلان عن مشاركه رومان رينز في عرض اليمينيشن تشامبر. فبالنسبه لتريبل اتش مفيش انسب من ذا روك ان هو ينعش العرض ويخلي التذاكر تتباع بشكل اسرع، ويخلي سبب للجمهور انه يحضر العرض. فعشان كده ذا روك بنسبه كبيره هيشارك في عرض اليمينيشن تشامبر، بس لسه محدش يعرف هيبقى دوره ايه في العرض ده. وده هيوصلنا ل6 سيناريوهات كل واحد فيهم بفكره مختلفه، وحاجه منهم بنسبه كبيره قوي احتمال تحصل. اول سيناريو وهو مشاركه الروك في نزال الرويال رامبل والفوز بيه علشان يواجه رومان رينز في راس المنيا، بس ساعتها هيخلي سي ام بانك يقول للاتحاد وتريبل اتش وده الاحتمال الاضعف، لان ذا روك مش محتاج يشارك في نزال الرويال رامبل علشان يواجه رومان رينز في عرض راس المنيا 40، بس الاتحاد وارد يتجنن ويعملها. السيناريو التاني وهي ان ذا روك يلاعب رومان رينز في عرض اليمينيشن تشامبر على زعامه القبيله فقط، يعني الماتش مش هيبقى على اللقب، وساعتها رومان رينز سواء كسب ولا خسر الماتش بتاعه قدام كودي رودز في عرض راس المنيا محجوز ليه خلاص، وكودي رودز كده مش هيتاثر وهيقدر ينهي القصه بتاعته اللي كان نفسه ينهيها دي. السيناريو الثالث، بما ان رومان رينز لحد دلوقتي مش معلن ان هو هيشارك في عرض اليمينيشن تشامبر، فذا روك يلعب الماتش اللي يأهله ان هو يلاعب رومان رينز على اللقب في راس المنيا، وبكده الماتش في راس المنيا بينه وبين رومان رينز هيبقى على لقب الدبليو دبليو اي اندسبيوتد يونيفرسال تشامبيون وزعامه القبيله، وبكده هنركن كودي رودز على جنب شويه بقى نشوف له حاجه كده ينشغل فيها. السيناريو الرابع وهي اقامه المواجهه بين روك ورومان رينز على الزعامه واللقب بدون ما ذا روك يلعب اي مباريات تاهله للماتش ده بشكل مباشر، وساعتها برضه هنركن كودي رودز على جنب نشوف له اي حاجه يتسلى فيها لحد ما العداوه دي تخلص. ونيجي للسيناريو الخامس بقى، ده وهو من الاحتمالات الضعيفه جدا، وده في حاله لو الجمهور قلبوا على ذا روك زي ما قلبوا على باتيستا في عرض الرويال رامبل في 2014، وده اللي خلى الاداره بشكل اجباري يحطوا دانيال براين في المين ايفنت بتاع عرض راس المنيا. فهل يا ترى كودي رودز هيعمل نفس الشغل اللي عمله دانيال براين ويحاول يزق نفسه ويتضاف للماتش بتاع ذا روك ورومان رينز في عرض راس المنيا في المين ايفنت، وساعتها هيبقى ماتش ثلاثي وبغض النظر عن النتيجه، وكده تكون الاداره ما اهملتش كودي رودز برضه. نيجي بقى للسيناريو السادس واللي اغلب المواقع قالت عليه وانا شايفه سيناريو مناسب جدا، وهي بما ان ذا روك مش عايز اللقب وعايز يلعب على زعامه القبيله، فهيدخل في ماتش الرويال رامبل اللي هيكون بين رومان رينز قدام راندي اورتن على اللقب، ويكون سبب في ان رومان رينز يخسر الحزام بتاعه، وساعتها اللي هيكسب اللقب هيبقى الفايبر راندي اورتن، وبعدها راندي اورتن يدافع عن الحزام بتاعه قدام كودي رودز في عرض راس المنيا عادي.
فكده رومان رينز هيلاعب ذا روك على زعامة القبيلة في عرض راس المنيا، وبكده يكون الاتحاد رضى كل الاطراف. اصل بصراحه يا جدعان ذا روك ازاي ياخد اللقب؟ هو بيظهر كل فين وفين اصلا؟ مش كفايه اللقب مدفون اصلا مع رومان رينز، ما بيظهر لناش غير كل شهرين مره. ذا روك بقى لو خد اللقب هيظهر كل سنه مره بقى. غير كده ذا روك اصلا في اخر مسيرته في المصارعه ومش محتاج اللقب في حاجه. فانا شايف ان الانسب فعلا ان ذا روك يلعب رومان رينز على زعامه القبيله، سواء في اليمينيشن تشامبر او في راس المنيا، او لو هيلعب على اللقب يكسبه وبعدها يعتزل ويسيب الحزام ان الباقي ينافس عليه عادي. والله اعلم، يمكن تريبل اتش يعمل لنا مفاجاه وحاجه احلى اصلا ما كناش نتوقعها ويكون بشكل احسن، وانا اتمنى ذلك. ولسه كل ده هيبقى اوضح اكتر في عروض الرو والسماك داون اللي جايين، وساعتها هنبقى عارفين اكتر ايه اللي ممكن يحصل، ويا ريت ما يعكوش بس. وبكده هنا تكون حلقتنا خلصت. سلام عليكم. What the Rock